رجعت لكم يا حبايبي، ده في الجزء الثاني. انا هنا خلصت البرطمان، مليته كله على بعضيه. شايفين حلو ازاي يا حبايبي؟ شايفين شكله؟ بصوا يا حبايبي، انا بجيب لكم شكله بس حلو ازاي. انا طبعا قطعت فلفل اخضر، قطعته طرنشات. شايفين حلاوه الاكل وحلاوته وجمالته. بصوا، ده الفلفل يا حبايبي اللي انا قطعته طرنشات. هحطه هنا على الوش. وهنا يا حبايبي برضو هحط قرون صاحيه، قرون شطه صاحيه. بسم الله. لازم انا احط كده على الوش يا حبايبي عشان يحفظ لي المخلل. بس يا حبيبي، بس كده يا حبايبي، وانا حطيت الفلفل على الوش. نيجي بقى هنا يا حبايبي المحلول الملح. هنا انا معايا الشفشق دواتي يا حبايبي. شايفين شكله؟ الشفشق دواتي بيشيل 3 كوبايات، بيشيل 3 كوبايات بالمج ده يا حبايبي. نحط بسم الله الرحمن الرحيم اول معلقه، بسم الله تاني معلقه، بسم الله تالت معلقه، وربع معلقه ليه عشان انا هسيبه فتره، فلازم يكون حادق شويه. هدوبهم يا حبايبي. وهنا يا حبايبي انا دوبت الملح مع بس قبل ما احط الملح، المحلول الملح على الليمون المخلل، هنزل عليه بمعلقه زيت يا حبايبي، معلقه زيت. شايفين الزيت اهو؟ الزيت بينزل اهو. بس دلوقتي يا حبايبي اقدر احط محلول الملح. جربوا طريقتي دي في تخليل الليمون او تخليل اي حاجه. شايفين بقى؟ شايفين الزيت والميه؟ مش هحط ميه تاني، بس هحط معلقه زيت بس. ودلوقتي يا حبايبي هعمل ايه؟ هحط على كيس نايلون. بسم الله. هحط على كيس نايلون. شايفين المخلل سهل خالص. وهغطيها بالغطا واقفلها. شايفين يا حبايبي؟ بصوا يا حبايبي شكله حلو ازاي، والميه والزيت والملح حلوين ازاي. ده كان المخلل الليمون اللي تسيبيه لحد ما يطيب براحته. شفتوا بقى سهل وسريع ازاي. البرطمان دوت انا لو حبيت اشتريه من بره هيكلفني الشيء الفلاني، لكن هو بص يا حبايبي ما كلفنيش حاجه. هما شويه ملح وشويه شطه وميه وزيت وبس. كانت معاكم مروه السمان من الصعيد، وده اسهل ليمون مخلل. اتمنى ان هو يعجبكم وتدخلوا القناه وتشوفوه وتجربوه. سلام.